بص دي هتعمل لها ايه؟ اللي هو المسطره بتحمل منك في جنب، والجنب التاني بيكون غطس جوه. هتجيب قطعه زي دي، تمام، هديها زي كده. اهم حاجه المسمار ما يعديش منك الورق اللي جوه خالص، يعني يا دوبك راس المسمار دي تكون معديه، تمشي ايدك كده ما تكونش باينه، تمام، لكن ما يطرش منك جوه، لان لو طار منك جوه كده ايه، هو مش محمل في الربط كويس، وكده يعتبر مش موجود اصلا، تمام. لازم كل المسامير تبقى كده. على فكره المسامير اللي ظاهره دي كلها دي عاملها صنايعي الجبس مش انا، عاليه منه كلها اهي، تمام. الله يصلح له الحال بقى. المهم خلينا في الموضوع بتاعنا. احنا عندنا الجنب ده اللي غطس، صح؟ تجيب مسمار زي كده، تمام، وتيجي هنا كده اهو، تجيب اي قطعه بروفايل، تمام، وتجرب عليها ايه، ان كان هيبقى غطس برضه ولا لا. بص انا العود كده حمل معايا اهو، بص انا كده ضاغط اهو، العود مش داخل لجوه اهو، محتاج ان انا اربط شويه قد المسمار ايه، ربطه سنه صغيره كده، وارجع اجرب تاني، تمام. خلاص كده الحوض العود ده حمل معايا. دي يا جماعه الناس اللي كانت بتسال ازاي لو التفتيح اكبر من العود ومش محتاج ان انت ترجع البضاعه بتاعتك، تمام، وتجيب بضاعه غيرها، لان ده 1.7. في ناس بتقول لي احنا ممكن نغير التفتيح ونخليه 2 و3، تمام. لا، فانت هو الاسباب دي والمشكله دي ما بتقابلكش اصلا غير لما يكون صنايعي الجبس هو اللي فتح الشغل. لكن احنا كصناعيه بنفتح الشغل بتاعنا بالملي، لان احنا مش عايزين نعمل الشغل مره واتنين.